هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. في الأول بحب أرحب بكل الناس، نورتونا وشرفتونا سواء كان معايا في الكورس أو بره الكورس. كل الناس يعني على راسي من فوق، لغاية ما الناس الجامعة هرد على سؤالين ثلاثة جول كده بخصوص الكورس، فهنتعرف الناس بعض النقاط الفنية. النقطة الفنية الأولانية إن الداتا بتاع الكورسات بتبقى جاهزة، يعني انت بتاخدها وانت بقى بتبدا تشوفها في الوقت الانسب ليك والطبيعه الاوفر ليك. الفولو اب معايا مفتوح على طول، الريسبونس بنسبه 95% برد عليك في نفس الوقت، ارد عليك في اي سؤال ساينتفك او حتى تكنيكال. الحاجات اللي مش هتلاقيها بفضل الله عز وجل في حته ثانيه، ان اللي بياخد الكورس بياخده مدى الحياه، يعني ما بقاش له اكسسبيليتي مثلا شهر 2 3 او سنه و2، لا بياخده مدى الحياه. بالعكس، احنا لو عملنا اي ابديت، حتى الناس اللي معايا في الكلينيكال وفي الفاندمنتال اللي هو البيزك، اي ابديت بينزل بقول لهم يا شباب احنا عملنا الابديت الفلاني، هتلاقيه في الحته الفلانيه. الحاجه كمان الثانيه ان هو اول كورس تقدر تتفرج على الفيديوهات اونلاين واوف لاين، ودي ميزه قويه جدا. هتلاقي اغلب الناس بيقفلوا لك الداونلود، انا فاتح لك الداونلود وسايبها لامانتك. بتفق معاك ان انت الداتا دي ما تطلعهاش لحد بره الكورس، لكن انت تقدر تداونلود الفيديو وتتفرج عليه براحتك، تنزله على جهازك، تتفرج عليه وانت في شغلك في عربيتك، تتفرج عليه في الوقت الانسب ليك والطريقه الانسب ليك. فكل دي بعض النقط الفنيه اللي الناس ممكن تكون مش واخده بالها منها. طيب، خلينا بقى نبدا بموضوعنا النهارده باذن الله. زي ما اتفقت مع حضراتكم، اللي عنده اي سؤال هيبقى في الاخر خالص. انا هبدا النهارده طبيعه المحاضره بتاعتنا هتبقى شرح، في محاضرات اخرى هتبقى ام سي كيو، والام سي كيو طريقه من طرق الشرح وله تكنيك معين، يعني مش زي اغلب الناس فاكره ان انا لازم اكون عندي ساينتفك داتا عشان احل ام سي كيو. هو الموضوع ان في also technical and psychological technique للام سي كيو، والكلام ده هنتدرب عليه ان شاء الله في محاضرات هعملها فري ليكم، وبنتدرب عليه اوريدي في الكورس بتاعنا. الشرح هو ده الاساس اللي انت بتفهم منه، انا ببقى عارف اغلب الاسئله والافكار بتاع الام سي كيو، وعشان كده ده الديزاين بتاعي في السلايد وفي البي دي اف اللي انت بتذاكر منه بيبقى يعني تارجت على الكلام ده، عيني على السؤال على طول، فبجيب لك القصه وعارف هي رايحه على الافكار بتاع الام سي كيو 1 2 3. طيب، اغلب الشرح بتاعي في الله عز وجل، يعني اول شرح في العالم بيبقى رسومات، يعني بيسموها هاند ميد، يعني انا اللي عاملها بنفسي مش جايبها لك من على النت. رسومات الحمد لله بتبقى من الحاجات اللي بتبقى قويه جدا في الذاكره عندك، عشان كده انا قاعد احاول اقنع في الناس بقالي 4 سنين يا جماعه ذاكروا بالرسم ذاكروا بالرسم. فبدات اعمل بي دي اف وسورس يذاكروا منه، فيه المستين، فيه الرسم وفيه الكتاب، عشان خاطر تعرف ازاي تكتب لو امتحانك ريتن، وازاي تكسبريس في امتحان اورال او اي حاجه، لان انت البرزنتيشن دي مهاره بنتدرب عليها مع بعض. فالحمد لله انا النهارده هبدا اشرح لك الرسم، والكتابه موجوده، وهديكم البي دي اف بتاع الموضوعات اللي انا هشرحها لكم فري هديه باذن الله، هنزلها لكم على قناه التليجرام بتاعتي. تمام. طيب، هبدا معاك النهارده بعالم الفارما. الفارما من الحاجات القويه جدا، والناس بتحاول يعني ترطبها على قلبها على قدر المستطاع، خصوصا مملكه الجنرال اللي في الاول. الجنرال ما عندناش يعني باك جراوند قوي عنها، ممكن تلاقي ناس كتير قوي عارفه في الانستيزيا فارما والادجوفنت فارماكولوجي، لكن الجنرال مش قوي. لكن باذن الله عز وجل اوعدكم ان على الاقل المحاضرات اللي تحضروها معايا في كذا سيشن في الجنرال هتبقى بالنسبه لكم مميز جدا. الموضوع يبقى ممتع جدا، هناخدها واحده واحده كده. النهارده هنبدا بموضوع الفارماكو دايناميك، وهبدا لك باول موضوع اللي هو الميكانيزم اوف اكشن، وده اللي فيه الجزء الكبير قوي بتاع الريسبتور، وده اللي بيضايق ناس كتير خصوصا في الحته بتاع الجي بروتين والكلام ده. طيب، انا مش هعتبر ان انت مذاكر حاجه خالص، واعتبر ان انت بتسمع الكلام ده لاول مره، فلو انت كنت سامعه قبل كده شور انت تسمعه بطريقه مختلفه، وده وعد لكل الناس اللي عندي اللي بيجي عندي الكورس بيسمع حاجه بشكل مختلف جدا، فضل الله عز وجل ممتع جدا. ولو انت اول مره بتسمعه فهنيئا لك، ليتس جو، تعالى نبدا مع بعض على طول. اول سلايد معانا النهارده، قول لي ايه الاكشن اللي بيعمله الدواء ده على البطن؟ انا لما ادي دواء زي ماسل ريلاكسنت هيعمل ايه؟ ماسل ريلاكسيشن. لما ادي اوبيويد هتعمل لك انالجيسي. لما ادي هيبنوتيك زي بروبوفول هيعمل لك سي ان اس ديبريشن. ده اسمه اكشن اوف دراج. طب ده هنتكلم عنه في الجنرال فارماكولوجي؟ لا، ده لما تاخد دواء يخصك، سواء كان دواء تخدير او ادجوفنت لينا، تعرف ايه الاكشن اللي بيعمله. امال ايه بقى الحاجه اللي تخصنا في الفارماكو داينامكس هنا؟ الاهم، الدواء ده بيعمل الاكشن بتاعه ازاي؟ ايوه، الميكانيزم اوف اكشن. عشان كده كاتب لك عنوان ان في الفارماكو داينامكس انا بتكلم على حاجتين، اكشن وده مش موضوعنا لان كل ده له سبيسيفيك اكشن بتاعه،
لكن اللي يخصنا هو الميكانيزم اوف اكشن. وهتلاقي عملت لك كده كود، احنا بنعمل اكواد كده نفهمها احنا مع بعض جوه الكورس، MOA ميكانيزم اوف اكشن. هتلاقيها ظاهره اكتر لما اجي اكلمك على الانستيزيا فارماكولوجي والسبيسيفيك فارماكولوجي. لما اكلمك على دواء معين اقول لك ايه الاكشن بتاعه، وبعد كده اقوم اعمل لك MOA يعني ميكانيزم اوف اكشن. طيب تعالى بقى نعيش مع بعض في هذا الشابتر في قصه ميكانيزم اوف اكشن. بص يا جميل، في 7 ميكانيزم للادويه يقدروا ينفذوها في شغلهم. الكلام ده ان جنرال على كل الادويه، ايوه، لان الشابتر اسمه جنرال فارماكولوجي، وبالتالي هينطبق نفس الكلام على ادويتنا سواء انستيزيا فارماكولوجي او ادجوفنت فارماكولوجي. عندي 7 ميكانيزم، عشان كده انا كاتب لك رقم 7. لكن الاهم من السبعه دول اول 4، عشان كده واضح حتى في البولد بتاع الكتابه ان 1 و2 و3 4 اكثر اهميه، و5 و6 و7 ما يهمناش قوي. ممكن الدواء بتاعك يشتغل عن طريق ايون شانل، وادي الرسمه رقم 1 رائع، او يشتغل عن طريق ريسبتور بمختلف انواعه رقم 2، او يشتغل عن طريق انزيم، سواء الانزيم ده زي ما هو واضح في الرسمه جوه الخليه او بره الخليه. يعني عندي اكزامبل انترا سيلولار انزيم واكسترا سيلولار. او يشتغل عن طريق رقم 4 كارير بروتين هنسميه ترانسبورتر. دول 4 الكبار. اصلا عالم الفارماكودايناميك بيتكلم على ايتم من دول. ايه ال3 طرق التانيين غير ال4 الكبار دول؟ في حاجه اسمها كيميكال، فيزيكال، وانهبيشن اوف سيل ديفيجن. هناخد اكزامبل على واحده من دول وهنعيشهم بمنتهى السهوله والمتعه. وبفكرك ان اسلوبنا في الشرح بفضل الله عز وجل هو السهل الممتنع، وهحب اضيف معاه جمله الممتع في نفس الوقت. طيب ابدا بقى يا دكتور محمد، كلمنا على اول طريقه في الميكانيزم اوف اكشن بالاكزامبل بتاعتها اللي هي الايون شانل، وهنخلصهم واحده باذن الله في الفيديو ده. في كورس دكتور محمد مجدي انت عملاق والمعلومات اقزام. نبدا بقى باول طريقه، كاتب لك العنوان هنا عشان تبقى عارف نظام الاقتصاد ماشي ازاي، تقدر تذاكر منها دايركت مش محتاج اي سورس تاني. ميكانيزم اوف اكشن ايون شانل. الفكره بمنتهى البساطه، جه الدراج يمسك في ايون شانل معينه، ويبدو من اسمها كده ان هي بتدخل ايون معين، يعني لها بيرميبيليتي لسبيسيفيك ايون. البيرميبيليتي دي يحصل فيها تشينج، يعني ممكن بالزياده او بالنقص. ممكن نفتح التشانل للايون ده فيدخل او يخرج، وممكن نقفل الايون شانل ده. هنشوف اكزامبل لده واكزامبل لده. كونك انك تفتح او تقفل هذه الايون شانل ده اسمه تشينج في البرميبيليتي، عشان نبقى متعودين على الالفاظ اللي ممكن يجيبها لنا بالام سي كيو اكتر. عالم الجنرال فارماكولوجي هو ملعب خصب جدا في الام سي كيو، وحضرتك معايا باذن الله هنحوله من نقطه ضعف ودرجات بتضيع مننا كتير الى نقطه قوه ودرجات مضمونه، لان هديك الافكار. طيب احنا لما بنغير بقى في الايون بيرميبيليتي نعمل ايه في الخليه؟ حاجه من الاثنين، يا اما دي بولاريزيشن يا اما هايبر بولاريزيشن. هتقول انا مش فاكر من ايام الفسيولوجي. طبعا هو في انتر كونكشن جامد جدا بالبيزك ساينس والكلينيكال ساينس. افرض جت حتت فسيولوجي وانت مش فاكرها، انا هشرحها لك في الفارما عادي جدا، والكلام ده بعمله معاك في الفسيولوجي برضه، وبعمله معاك في الفيزيكس. دايما بجيب لك اصل المعلومه. لو انت مش فاكر قصه الدي والهايبر بولاريزيشن ده، انا هفكرك بيها بمنتهى السهوله في الرسومات اللي انت شايفها تحت دي. بص يا غالي، عندي 4 رسومات ناخدهم واحده كده. يجي الدي اللي هو الدراج هيروح يمسك في ايون شانل معينه، وليكن الصوديوم شانل. حلو، الصوديوم شانل من معلوماتنا زمان كان لها اوتر جيت ولها انر جيت تحت اهيت. الاوتر جيت ده مقفوله. طيب يعمل ايه الدراج؟ نتيجه مسكته في الصوديوم شانل نفترض ان الافكت بتاعه انه كان يفتحها. شوف تحت مكتوب الكلام اهو، الدراج هيوبن الصوديوم شانل. عشان اكون دقيق معاك، الاوتر جيت انا قلت لك في اوتر وفي انر جيت. الانر دي غالبا بتبقى مفتوحه. ايه اللي هيحصل بعد ما فتحها؟ شوف يا سيدي الرسمه اللي جنبها، يبدا الصوديوم يدخل من التركيز العالي للتركيز الاقل. تركيز الصوديوم بره اكتر، يبدا الصوديوم يدخل جوه الخليه. لو انت دخلت لي بوزيتيف جوه الخليه هيحصل حاله الكتريكال هنسميها ان انت زودت البوزيتيف. نورمالي جوه الخليه كانت ماينس اكتر، صح؟ كانت ماينس كام؟ صح، 90 ملي فولت. ده الريستنج ممبرين بوتنشال لو فاكر. فلما يزيد البوزيتيف جوه الخليه انت عكست قطبيه الخليه، عكست البولاريزيشن بتاعها، فسموها كلمه دي بولاريزيشن. وانا قلت لك في الفسيولوجي الاسم ده غلط، بس خلاص بقى شائع. الاسم اللي بيطلع في الطب على حاجه بيكمل عليه حتى غلط. الديبولاريزيشن ده هو ده السيل اكزايتيشن. يحصل الريسبونس بتاع الدواء ان التارجت تيشو او اورجان ده يحصل له اكزايتيشن. احنا مش بنتكلم في الريسبونس بتاع الدواء نفسه خالص. انا مش بكلمك على الاكشن، بكلمك في ايه؟ ميكانيزم اوف اكشن. طيب اديني مثال تاني. ممكن يجي دواء تاني يقوم يمسك في سبيسيفيك ايون شانل تانية، وليكن الكالسيوم برضه الاوتر جيت بتاعته مقفوله. نتيجه الماسكه ديت يفتح الكالسيوم شانل. هو ده المقصود بكلمه تشينج في البرميبيليتي بتاع الايون شانل ده. اللي كان مقفول هيفتح، اللي كان مفتوح هيقفل. هو ده بقى الايفكت بتاع الدواء.
لما دخلنا كالسيوم برضه بوزيتيف، فانت زودت البوزيتيف جوه الخليه، هيحصل حاله من الديبولاريزيشن والسيل اكزايتيشن. يبقى انت دلوقتي ممكن تعمل ديبولاريزيشن بانك تدخل لي بوزيتيف من بره لجوه، واشهر 2 بوزيتيف كان الصوديوم يليه الكالسيوم. وادي 2 اكزامبل ازاي تعمل في السيل او في التيشو او في الاورجان بتاعك اكزايتيشن عن طريق دراج يجي يمسك في ايون شانل معين. تديني امثله لموضوع الهايبربوليزيشن اللي هو سيل انهبيشن. هقول لك يا غالي، تخيل ان انا عندي دراج جه مسك في الكلورايد شانل. حلو، الكلورايد كانت مقفوله وقام فتحها لك، الكلورايد اتحرك من تركيز عالي لتركيز اقل، الكلورايد بره اكتر بكتير، وبالتالي هيبدا يتحرك من بره ويدخل جوه السيل. ايه اللي حصل دلوقتي؟ انت دخلت النيجاتيف جوه السيل، زودت النيجاتيفيتي، بدل ما كانت ماينس 90 تبقى ماينس 110 مثلا. انت كده زودت الوضع النيجاتيف اللي كان عليه اصلا، فيسموها هايبر بولاريزيشن. طب ده في وجهه نظرك اكزايتيشن ولا انهبيشن؟ انهبيشن، يحصل سيل انهبيشن. انا كده خدت مثال للانهبيشن. اقول لك مثال تاني ازاي تعمل سيل انهبيشن عن طريق دراج يجي يمسك في ايون شانل معين. المره دي بوتاسيوم شانل. البوتاسيوم بقى ربنا خلقه لك ان الجيت بتاعته، البوابه بتاعته موجوده زي ما انت شايف كده في الانر سايد. ليه؟ لان اللي فاهم فيسيولوجي عارف ان البوتاسيوم مينلي انسايد السيلز، اكتر بوزيتيف انترا سيلولر. البوتاسيوم بتاعك متخزن جوه خلاياك اصلا. لما يجي الدراج ده يمسك في البوتاسيوم شانل ويفتحها، يبدا البوتاسيوم يتحرك من تركيز عالي لتركيز اقل. تركيز البوتاسيوم جوه الخليه اكتر بكتير من بره، يعني البوتاسيوم يوم يبدا يسيب الخليه ويطلع اوت سايد، اسمه بوتاسيوم افلكس. دخول اي حاجه جوه الخليه اسمها انفلكس، اما خروج يعني افلكس. تمام، حلو جدا. طب قول لي ايه اللي هيحصل في السيلز لما تطلع البوزيتيف اللي جواه؟ انت كده نقصت البوزيتيف. لو انت عملت كفه ميزان، هنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف، المفروض ان كان في بالانس ما بينهم، جيت انت تقلل البوزيتيف، فكانك انت بطريقه اندايركت بتسمح للنيجاتيف يزيد. مع زياده النيجاتيف دي بنسميها هايبر بولاريزيشن. اول مره اخد بالي ان خروج بوزيتيف من الخليه يودي الخليه في سكه الهايبر بولاريزيشن. ايوه، لان البالانس دلوقتي بقى ماشي ان النيجاتيف جوه الخليه اكتر، يعني هايبر بولاريزيشن، يعني سيل انهبيشن. انا عملت معاك ايه كده دلوقتي؟ اديتك مثالين ازاي تعمل سيل وبالتالي تيشو اكزايتيشن، انك تدخل لي بوزيتيف جوه الخليه سواء بقى صوديوم او كالسيوم، اشهر مثالين. وازاي تعمل سيل انهبيشن وهايبر بولاريزيشن بلغه الكهرباء بتاع الخليه، انك تدخل نيجاتيف من بره او تطلع بوزيتيف من جوه. خلصت معاك السلايد ديت، يبقى انا كده حطيت معاك فكره الادويه اللي بتشتغل بطريقه اسمها ايون شانل، تمسك في الايون شانل وتغير بيرميبيليتي، ايا كان التغيير ده ماشي باي سكه، يودي لك السيلز بتاعتنا في سكه اكزايتيشن او انهبيشن. طب انا عاوز بقى كلام يخص التخدير. يجي بقى في السطر رقم 3 اديك اكزامبل لادويه بتشتغل بطريقه الايون شانل واقول لك بتعمل شغلها ازاي. في السطر رقم 3 برضو انا لسه بكلمك على الميكانيزم اوف اكشن اللي اسمها ايون شانل. حلو جدا. المثال بتاعنا هو اللوكال انستيك، ومره عملت لك رسمه وكتبت لك الكلام جنب الرسم عشان ستيل الناس اللي مش متعوده تذاكر بالرسم يبقى معاها ده ومعاها ده. لكن واحده واحده انا هبدا اخدك من ايدك واعودك ان مذاكرتك كلها بالرسم. وده ممكن يا دكتور مجدي؟ ده مش ممكن، ده هو ده الامثل والافضل والاوقع مع تركيبه البرين بتاعك. لكن كل التكست بوك وكل الكتب من زمان جدا وللاسف لغايه دلوقتي مشيانا في سكه ليميتيشن اوف اور برين ابيليتي من طريق الباراجرافات اللي هم بيكتبوها، وكلنا قاعدين نذاكر بطريقه الباراجرافات. ان شاء الله هيكون الكتاب بتاعي اول كتاب يكسر القاعده دي في عالم التخدير في العالم، لانه كله هيبقى رسم وكتابه. ما تقلقش، الرسمه واضحه جدا. المثال بتاعنا من الادويه اللي بتشتغل بطريقه ايون شانل لوكال انستيك، كانت بتعمل بنتريشن للسيل ممبرين وتدخل جوه الخليه. ليه؟ لان التارجت بتاعنا هي تشتغل على الصوديوم شانل. ايه ده لوكال انستيك؟ بتشتغل على الصوديوم شانل، يعني بتشتغل بالميكانيزم اللي اسمها ايونيت شانل. كان عينها فين؟ على الاوتر جيت ولا الانر جيت؟ وحوش الفارما هيقول له لا، على الانر جيت مش الاوتر جيت. ليه؟ لان during resting membrane tension او during resting condition الانر جيت بتاعتنا مفتوح. فصاحبتنا اللوكال انستيك بتقول انا مش هروح اعمل بلوك للاوتر جيت، لا انا هروح اعمل بلوك للانر جيت. فكان لازم ادخل جوه السيلز وليكن النيرف او حاجه زي الهارت، لان اللوكال انستيك بتشتغل كانتي اريزمي بنفس الفكره ان هم صوديوم شانل بلوكر. وبعدين تروح تلاقيها مفتوحه فتقفلها. اديك شفت مثال لكلمه تشينج في الايون بيرميبيليتي، يعني مش دايما المقفول نفتحه، لا ادينا شفنا مثال المفتوح قفلناه. طب ايه اللي هيحصل؟ يجي مثلا نيرف امبلس تتوصل بحاجه اسمها اكشن بوتنشال، شرحناها في الفسيولوجي كتير قوي.
الصوديوم يجي يدخل عشان يعمل ديبولاريزيشن ويوصل نيرف امبلس في هذا النيرف، هيقول ده انا عندي تحدي اولاني وهو ده التحدي الاعظم ان هو الاوتر جيت بتاع الصوديوم تبقى مقفوله. هيقول مش مشكله هنفتحها، مفيش حاجه قافلاها اصلا. لكن يجي يدخل، شوف الرسمه معبره جدا، يعني انت مش محتاج كلام بعد الرسم. يجي يدخل اتفاجئ ان اللي كان مفتوح اللي هو الانر جيت بقى مقفول. اوبا، طب هيعمل ايه؟ مش هيعرف يدخل جوه النيرف سيل او الهارت او ايا كان التارجت تيشو اللي بيشتغل عليه. يبقى اللوكال انستيك عملت ايه دلوقتي؟ كلوز الانر جيت بتاع الصوديوم شانل، بريفنت الصوديوم انفلكس. يعني عايز تقول لي ان دي طريقه شغل اللوكال انستيك، عشان كده بنعتبر ان اللوكال انستيك هي الصوديوم شانل بلوك. دول الكلمتين المكتوبين هنا. ومن هنا كان اللوكال انستيك تشتغل از نيرف بلوكر، يوقف لك الكوندكشن بتاع النيرف امبلس، فنعمل بيه ريجنال انستيزيا حلوه جدا. ولو عندك الريزميا معينه كان سببها دخول صوديوم كتير، لما تروح تكنترول القصه ديت يقدر نستخدمها كانتي ريزم. جمله بتيجي في الام سي كيو كتير قوي، الادويه اللي بتشتغل بنظام الايون شانل راحت على الايون شانل واثرت عليها بطريقه دايركت ولا ان دايركت؟ دايركت حضرتك، دي اهم كلمه. هتقول لي عادي، لا اقول لك مش عادي. كمان شويه هتعرف ان في نوع من الميكانيزم اوف اكشن ان الدواء يشتغل على ريسبتور، ولما يشتغل على ريسبتور نفسها تتحول ايون شانل، وهنشوف امثله للكلام ده كمان شويه. ده ما تقدرش تقول عليه دواء اشتغل بالميكانيزم اللي اسمها ايون شانل. ليه؟ لانه راح مسك في الريسبتور الاول وبعدين قام عمل تشينج في البرميليتي لايون معين. ده طريقه ان دايركت. فبالتالي اهم كلمه في الادويه اللي بتشتغل بطريقه ايون شانل في الام سي كيو زي اللوكال انستيك كده، ان هي بتشتغل على الايون شانل بطريقه دايركت.